السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، المتابعين ديالي العزاز الغالي، شخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وما خاصكم حتى خير، تكونوا في أحسن الأحوال وأحسن الظروف وبصحة جيدة. إيوا كي دايرين؟ ياك كلشي بخير؟ كيف دايرين مع سيدنا رمضان مع الصيام؟ ياك كلشي بخير ولفتوه؟ إيوا الله يجعل بمغفرة الذنوب ويجعل لينا في الميزان المقبول إن شاء الله، ويقبلوا منا الله سبحانه وتعالى وصلاتنا وقيامنا وقراءة القرآن. المهم إن شاء الله اليوم غادي نوجد معكم واحد العصير منعش وصحي وفي المتناول. هاد العصير غادي نحتاج فيه إن شاء الله آآ خيزو، جزر، وعندي بنانة وتفاحة كبيرة ولا جوج تفاحات هادو متوسطين، جوج تفاحات وبنانة وخيزو، درت أنا 4 تاع خيزوات. المهم هادي دابا غادي نشاو بخيزو ونقطعو ونردو يتسلق في الماء، ما دوزوش ليه الطياب تاني حتى يهرى، يبقى شويه قاس. المهم شي 5 دقائق المهم يبقى قاصح. الا مشيتو خليتو تطاب راه ما كتشربوا ديك الساعه العصير، راه كتشربوها بحال لا تشربوا شي صوبه سخونه وصافي، كتكون فيه ريحه خيزو. الا خليتوه ما طيبش، لا خليتوه هكداك باقي قاصح، ما كتكونش المذاق ديال الخيزو في العصير. المهم بسم الله على بركه الله، غادي نجر خيزو ونقطعو ونردو يتسلق. المهم انا نجرت خيزو، غادي نقطعو دابا طريفات ولا دواور ونردو يتسلق في نص لتر ديال الماء. غادي نقطعو، هو من الاحسن يتصايب العصير ويتقاد بكري باش يلا يرجع يدخل الثلاجه باش يلا يدير يبرد وباش يجي منعش وزوين. المهم غادي قادو انا دابا ونردو يتسلق. منين يتسلق ان شاء الله غادي نرجع معكم باش نكملوا التتمه ديال العصير. هاد العصائر بحال هكا اللي كتدخل لي فيهم الفواكه والخضر وداك الشيء راه صحيين، وحتى الوليدات نيت ياكلوا بحال هكا الخضره. هاد الوليدات الاغلبيه ديال هاد الجيل تاع دابا راه ما كيبغوا كاع ياكلوا الخضر وداك الشيء. الا كان شي وجبات سريعه ولا شي حاجه بحال هكا هما اللي عزيزه عليهم المشروبات غازيه. المهم دابا غادي نزيد عليه السيترو د الماء ونردو يتسلق. دابا غادي نقشر هاد التفاحات ونقشر هاد البنانه اللي خيزو راه تسلق. شتيه باقي قاصح، ماشي كاع طاب تاهرة. المهم غير شويه، قلت لك 5 دقائق اللي تغلى عليه البوطه صافي. المهم دابا غادي نقشر التفاحات. كيف ما قلت لكم من الاحسن تيفيتيو كاع العصير ديال الحليب هاد في رمضان ولا في الايام العاديه. من الاحسن هادشي اللي قلت لكم. كانوا تقطع عليا ما كنت براسي واش كنصور وانا ما كنصورش، بحال طفات الكاميرا. المهم من الاحسن العصير ديروه تاع الفواكه غير بعصير الليمون والماء، ولا الماء بحال هكا صافي. اما العصير ديال مع الحليب ما فيه حتى منفعه. الحليب من الاحسن يتشرب غير هكاك، ويخلوا عليه بحال التحليات بحال داكشي، ولا حليب وقهوه ولا هما العصير ديال بحال هكا العصير ديال الفواكه ولا ديال هذا من الاحسن عصير الليمون ولا الماء. المهم نكمل انايا دابا. صافي بنانه ندير هذاك الخيزو مع الماء ديالو. غادي نطحنو دابا، نطحن هذا ونخلي السكر حتى ينبت، حتى مع
كاين اللي عندي ما كيشربش السكر، حتى يلمسوس عاد نزيد فيه شويه السكر، اللي بغى السكر يزيدو. المهم غادي نطحنو ونشوف هذا السمك ديالو اللي بغيت، هذا الختوريه اللي بغيت. و لا شفتو خاطر بزاف نزيدو الماء، شفتو هو هذاك صافي غادي نكتفي بديك الكميه اللي تسلق فيها خيزو. هو خاطر شتي غادي نزيدو شويه تاع الماء ونعاود نطحنو باش يدخل الفم. صافي دابا هو هذاك، هذا هو القواب اللي بغيت انا. صافي دابا غادي نديرو في سميتو ونخشيه في الثلاجه يبرد للفطور. العصير ديالي بعد ما طحن وبعد ما برد راه كيجي على هذا الشكل. غادي نكبو دابا تشوفوا في الكيسان شحال هذا ديالو. صدقوني راه كيجي زوين ومنعش وصحي في هذا رمضان. المهم نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. المهم باش تنوعوا شويه، باش تنوعوا في هذا ديالكم، في العصائر ديالكم. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تبخلوش عليا باللايك وبشي كومونتير محفز، والى اللقاء في فيديو جديد ومفيد.